السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج، والنهارده رجعت لكم فيديو جديد في نصف نهائي بطولة ال20,000 دولار بين الترايب جيمنج والتايم تو ثرو. ترايب جيمنج الكلان الألماني المعروف، والتايم تو ثرو الكلان الأقوى حاليا في استخدام اللوج رايدر في مسح التاون هو ال15 بكل سهولة. خلينا نخش على الفيديو، بس قبل ما نخش ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اليومية على لعبة كلاش اوف كلانز. كمان تقول لي رأيك في كومنت في الفيديو ده، وتفتكر مين اللي كان هيكسب يعني قبل ما تشوف الفيديو كده. ما تنساش انك تشوف الفيديو للآخر عشان هيعجبك، وخلينا نخش على الفيديو على طول. اول هجمه معانا لبن من تايم تو ثرو. يا ترى يقدر يمسح؟ مستخدم دلوقتي استراتيجيه الالكترو دراجون. اكتريه او عاده اللي بيستعمل الاستراتيجيه دي ما بيقدرش يمسح، فيا ترى يقدر يمسح ولا لا؟ نزل بقى قذيفه الحمم اهو طبعا، ودمر لها شويه دفاعات علشان تقدر تاخد له هنا المالتي انفيرنو بكل سهوله. ويا ترى يعمل ضد المورتال؟ مش عارف. نزل بالملكه الماشيه من فوق علشان تاخد له المدفعيه ونضف لها بشكل كويس قوي زي ما انت شايف. ماشي، ابتدت فعلا قذيفه الحمم دي، لسه ما ضربتلوش في المالتي انفيرنو ده. ماشي، هتديله الاول على المدفع المزدوج، وزي ما انت شايف الملكه اتجلت المدفعيه، فالمفروض ينضف لها علشان يخليها تخش للمدفعيه تاني. فالملكه عمل لها استدعاء، استدعى الملكه على طول من غير ما تقديله على المدفعيه تقريبا اللي هو كان عايز يقضي عليها. طب يا ترى هي فكرته ايه؟ انا مش عارف. ابتدت الآلة قذيفة الحمم دي تاخد له في المالتي انفيرنو، ونزل على طول بالجنود بتاعته زي ما انت شايف، ونزل بالآمر في الوضعية الجوية مع الجنود بتاعته، وجمد التاون هول علشان يقدر يحافظ على الجنود دي اطول وقت ممكن. ولسه طبعا ما نزلش الملكة، هيضطر ان هو ينزل الملك على شماله معاه عشان تضرب على المالتي انفيرنو مع خاصية الآمر واحدة غضب. يقدر ياخد التاون هول بكل سهولة زي ما انت شايف. تمام، فاضل له ضربه واحده بس وهياخد التاون هول، هيفعل تمام. والملك قايمه بشغل كويس قوي باستخدام الهيلارات اللي معاه، قدر ان هو يخلص من التاون هول. نزل بالملك علشان يقضي على المدفعيه عشان عامله له مشاكل كبيره. قذيفه الحمم عملت له شغل كويس قوي في التصميم. الالكترو دراجون لسه عايش بس اتدمر هنا مع الملكه، كل الالكترو دراجون اللي معاه اتدمروا. ولسه فاضل له الملكه، والتايتن هنا بتنضف، فاضل له اتنين سكاتر. نزل على طول بالبطله مع خاصيه الملك علشان يمسح جزء كبير من التصميم. جمد هنا المراقب الدفاع الجوي ده. تمام زي ما انت شايف، ولا كان قصده ان هو يجمد حاجه تانية؟ تقريبا كان قصده ان هو يجمد بطلة الخصم. ايوه، هيقدر ان هو يمسح باستخدام الاستراتيجيه دي، بس اعتماده الاكبر كان على الملوك زي ما انت شايف، هم اللي عايشين لاخر الهجمه. ووفر خاصيه الملكه بس، وكده قدر ان هو يمسح اول خصم ليه اللي هو نيبركس. نزل على طول بالبطلة من فوق مع واحد من الجولم الجوبلين الحرامي علشان ان هو يقدر يمسح جزء من التصميم، لان تقريبا الهجمة مش هتخلص بمسح. فخلينا نروح على الهجمة اللي بعدها، لان البطلة اكيد مش هتقدر تاخد له التصميم ده. وخلينا نروح على الهجمة اللي بعدها على طول. وزي ما انت شايف كمية جنود التنظيف كتير، والتايم تو ثرو من ماكس طبعا من كلان تايم تو ثرو بيمسح بكل سهولة. الكلان ده مكتسح بقوة بطولة ال20,000 دولار. تحس انه داخل ينافس على مش عارف على بطولة ال1,000,000 دولار تقريبا. الكلان ده هيظهر كتير الفترة الجاية، وهنشوفه كتير الفترة الجاية. زي ما انت شايف لسه قدامه 13 ثانية علشان يمسح. يا ترى هيقدر يمسح باستخدام الجنود اللي معاه؟ وطبعا الجنود كتير وكل حاجة، بس انا مش عارف الوقت في صالحه ولا لا. زي ما انت شايف 3 2، وما اظنش هيقدر يمسح، بس يستاهل المسح ماكس من كلان تايم تو ثرو. خلينا نخش على الاجمل اللي بعدها على طول. ماكس كان قريب خالص، ودلوقتي يويو استخدام السوبر هوج رايدر اللي اعتدنا ان هو واحد من افضل لاعبين كلان ترايب جيمنج، وبرضه واحد من افضل اللاعبين كلاش اوف كلانز. ويويو واخد هجمتين ضمن كلانه في الحرب، يعني ان هو افضل واحد كان بيهجم ضد الخصوم بتاعته. زي ما انت شايف نزل على طول بالملك، عايز ياخد المالتي انفيرنو ده. يستخدم واحد مفجر اسوار طبعا علشان يقدر ياخد المالتي انفيرنو بكل سهوله. بالملكه فتح لها السور علشان ياخد السكاتر وياخد بطله الخصم بكل سهوله. زي ما انت شايف كده تقريبا الملك قضى المهمه اللي هو عايزه ليها، وسحب الدعم كمان. والملكه هتقدر تاخد له الدعم بتاع الخصم حتى تجميد، عشان الملكه كان عليها ضغط كبير. نزل بواحده بالونات وواحده اخفاء علشان يحافظ على الملكه من الضغط اللي عليها. المدفعيه اتفعلت وبدات ان هي تستهدف العنقاء، بس مش لوقت طويل، فهترجع تاخد الملكه بتاعته. زي ما انت شايف نزل بالك قصيفه الجذوع عشان تفتح للملكه تخش للتاون هول. نزل على طول بواحد يتي علشان يخلي المدفعيه تستهدفه وتسيب له الملكه بتاعته. الملكه طبعا راح في الاتجاه اللي هو محدده ناحيه التاون هول زي ما انت شايف، بس تقريبا هتخرج دلوقتي بسبب الوحده الغضب دي، ولا ايه اللي هيحصل؟ طبعا احلى حاجه للاسف الاكس بوم مسك له في قذيفه الجذوع، بس بعد ما فتحت له السور بشكل كويس قوي علشان يروح للتاون هول. ونزل واحد ايس جولم كان اصلا في قذيفه الجدران علشان قذيفة آلات الجذوع دي علشان يقدر ان هو يحفظ الملكة بتاعته من التاون هول وكده. زي ما انت شايف نزل بالسوبر هوج رايدر مع الامر وفعل خاصيته علشان يقدر يحافظ على الجنود ويقضي على المالتي انفيرنو منتصف التصميم. خد فعلا التاون هول بكل سهولة. يا ترى يويو هيقدر يعدل النتيجة لكلان ولا لا؟ طبعا لان النتيجة هنا فرق كبير قوي بين الترايب جيمنج والتايم تو ثرو، المفروض عليه ان هو يمسح. طيب زي ما انت شايف لسه معاه كمية سوبر هوج رايدر كتير.
تمام، ولسه فاضل له السكاتر ده عامل له مشاكل، خلص كل تعويذاته، لسه معاه البطله، الهيلارات ابتدت ان هي تتبع الجنود بتوعه، والسكاتر عامل له مشاكل ولكن هيقدر يقضي عليه باستخدام البطله بكل سهوله. تمام، يا ترى كميه الجنود قلت خالص، لسه برضو مع جنود تنظيف والهيلارات لسه عايشين، يا ترى يقدر يمسح التصميم ولا لا؟ لسه مع خاصيه البطله بس قريب قوي هيستعملها زي ما انت شايف. طيب تمام، ادي خاصيه البطله اتفعلت وقضيت له على جزء من التصميم، لسه فاضل له جزء كبير من التصميم، فاضل له 15% كاملين، جنود التنظيف شغالين بشكل كويس، ولكن للاسف الهيلارات ابتدت ان هي تتبع جنود التنظيف دول. وتقريبا انا شكلي حسدته يويو من كلاش درايف جيمنج مش هيقدر يمسح التصميم ده للاسف. فخلينا نخش على الهجمه اللي بعدها. السكاتر ده هيعمل له اكبر مشكله، فعل خاصيه الملكه بتاعته، تقريبا الهوج اللي كانوا معاه كلهم خسرهم تقريبا، وما بقالوش اي حاجه غير الملكه. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ الملكه والامر وحيوان اليف، وطبعا مفجرين اسوار، فاضل له واحد من مفجرين الاسوار، ووقت الهجمة مش هيسعفه تقريبا، مش هيقدر يمسح التصميم. فخلينا نخش على الهجمة اللي بعدها على طول. طيب، الهجمة التالتة ريكيرز من كلان ترايب جيمنج، هيستخدم استراتيجية البالونات مع اللافا مع قذيفة الحمم. يا ترى مع ملكة ماشية؟ لا مش مع ملكة ماشية. طيب زي ما انت شايف النت على بس عادي ماشي، سكيلدونات هيقضي على المليس، وعايز يقضي على المالتي انفيرنو اللي هنا، هيقدر يقضي عليه ولا لا؟ لا هو تقريبا خد المليس وخد الدعم وما خدش المالتي انفيرنو ده. طيب زي ما انت شايف نازل واحد من السوبر هوج رايدر، من الهوج رايدر علشان يطلع اي فخاخ، وفعلا طلع التسلات علشان قذيفة الحمم ما تتأثرش بيها وتقدر تاخد له السكاتر ده. نزل على طول بالملك، وطبعا فريق في وضع حرج، فالمفروض ان هو يمسح التصميم ده علشان يعدل من نقاط فريقه طبعا ويساويه مع التايم تو ثرو. طيب الملك هياخد له المدفعيه بكل سهوله، حط واحده اخفاء علشان يخلي الملكه تخش جوه مع الملك، ويقدر ان هو ياخد المدفعيه بكل سهوله. زي ما انت شايف فعل خاصيه الملك وقدر ان هو ياخد التاون هول، وحط واحد، شوف اسمه ده مفجر السور، جه فجر السور هنا بشكل كويس قوي للملكه علشان تاخد المالتي انفيرنو ده. بس يا ترى هتقدر تاخده ولا لا؟ طبعا هيضطر ان هو يفعل خاصيتها قريب. ماشي، نزل بالبالونات على طول وحط واحده تجميد على الاسكاتر وراه جنود تنظيف كافيين علشان ان هي تنظف. زي ما انت شايف محافظ على الجنود بتاعته، بس احلى واحد بيوزع بالونات او من احلى الناس اللي بتوزع البالونات هو ستارز. لسه محافظ على خاصيه الامر بتاعته علشان يقدر يدعي على التاون هول، او شغال تجميد فوق التاون هول علشان يقدر يحافظ على الجنود. حط واحده غضب مع خاصيه الامر علشان يخلي الجنود تخرج بره التاون هول، وقدر فعلا ان هو يدعي التاون هول، ولكن فخ الاعصار عمل له مشاكل. يا ترى لسه الجنود متاثره بسم التاون هول، معاه اكتر من جنود كافيين علشان يمسح التصميم بكل سهوله. ريكيرز من ترايب جيمنج، شوف كميه البالونات اللي هيقدر يمسح بيها التصميم بكل سهوله، خلص كل الدفاعات وبقى له شويه جنود تنظيف ووقت اكبر من كافي علشان يمسح التصميم. خلينا نخش على الهجمه اللي بعدها عشان دي مسحه اكيد، ويلا بينا نخش دلوقتي على هجمه فان من تايم تو ثرو. طيب يا ترى يقدر يعمل حاجه ضد زيست او اكسو كو زيست ده؟ خلينا نقول عليه زيست، يعني اي اسم مش فاهم. طيب الاسامي دي ايه؟ طيب زي ما انت شايف هو نزل بالملك ونزل بالعملاق وبطلة طبعا من فوق. من هنا طبعا نزل واحد من الجبلين الحرامي علشان يخلي الجنود تخش المنتصف التصميم تقريبا، ولا مش عارف ايه دنيته. زي ما انت شايف البطلة هيقدر ياخد بيها كمية دفاعات وياخد المالتي انفيرنو، حط واحد اخفاء طبعا علشان عايز يحافظ على البطلة لأطول وقت ممكن. زي ما انت شايف نزل بالملكة، تقريبا عايز الملكة بتاعته تروح في الاتجاه التاني وتاخد له السكاتر، وهنا الملك خد له السكاتر التاني بكل سهولة. هو طبعا مستخدم استراتيجية البالونات برضو مع اللافا ومع راكب التنين كمان. تمام، لو البطله فعل خاصيتها دلوقتي هيقدر ان هو ياخد المالتي انفيرنو، ولكن البطله اتجاهلته وراحت ناحيه السكاتر واتقضى عليها، واضطر ان هو يفعل خاصيه الملكه، بس السكاتر مش هيسيبها في حالها وهيحط واحده اخفاء. بس لسه البطله عايشه وقدرت ان هي تاخد له السكاتر زي ما انت شايف. تمام، قدر ان هو ياخد الاتنين سكاتر بس ما قدرش ان هو ياخد المالتي انفيرنو. نزل بالامر مع شويه جنود مع راكب التنين طبعا، مع فعل خاصيه الامر علشان يقدر ياخد التاون هول. كده هيحط واحده غضب مع واحده تجميد دلوقتي ولا لا؟ ما حطش تجميد، حط واحده غضب بس باستخدام اليتي اللي كان في الآلة قدر ان هو ياخد التاون هول بكل سهوله، وياخد الاكسبو او الدفاعات اللي كانت حواليها بكل سهوله، بس ما قدرش ان هو ياخد المالتي انفيرنو الاخير. زي ما انت شايف نزل بجنود راكب التنين معاه لسه كتير، بس طلع عليها فخاخ كتير وقدرت ان هي توقع كل الجنود اللي كانت معاه. زي ما انت شايف راكب التنين اللي هنا شغال وفاضل له المالتي انفيرنو ده عامل له مشاكل، فاضطر ان هو يجمده عشان راكب التنين يقضي عليه بكل سهوله. قدر ان هو يخلص من الدفاعات، بس المالتي انفيرنو ده لو قدر ان هو يخلص منه فاستخدم واحده تجميد كمان علشان يقدر ان هو يقضي عليه بكل سهوله، وقدر ان هو يمحي الدفاعات. والعقبه الوحيده اللي واقفه له دلوقتي في طريقه هي الوقت. جنود التنظيف كتير ايوه، بس مش عارف يقدروا يمسحوا ولا لا، وخصوصا مصنع السحر اللي عامل مشكله. بس في المينيون هنا راح ناحيته، لسه قدامه 13 ثانيه علشان يمسح، وتقريبا اظن ان هو يمسح التصميم بكل سهوله. قدامه 4 ثواني، 3 2، وقدر فعلا ان هو يمسح التصميم. خلينا نخش على الهجمه اللي بعدها لترايب جيم. اللاعب الهجمه خلصت منه وما نزلش ولا جندي، تقريبا النت عنده فصل، فكده كان يخسر ال3 نجوم بتوعه او النجوم اللي كان هيجيبها. خلينا نخش على الهجمه اللي بعدها على طول. دييجو
تايم تو ثرو، هو كده تايم تو ثرو معلوش ضغط، هم لو جابوا نجمه واحده هيكسبوا يا جدعان. بس خلينا نتابع ونقول ان ده حظهم ان الترايب جيمنج منهم لاعب فصل، فخلينا نشوف دييجو برضه هيقدر يعمل ايه، لانه لو قدر يمسح التصميم هم كده كده كانوا هيفوزوا بالحرب لو قدر ان هو يمسح التصميم ده. طيب الملكة طبعا عايز ياخد بيها المالتي انفيرنو وبعدين يخليها تروح في اتجاه التاون هول. زي ما انت شايف بينظف من فوق بشكل كويس، نزل على طول بالملك عشان يروح في الاتجاه بتاع السكاتر. قدر فعلا ان هو ياخد المالتي انفيرنو وفتح كان عايز فتح لها فعلا الطريق علشان تروح للتاون هول، حط لها واحده غضب علشان يحافظ عليها وواحده سم علشان يقدر ان هو يقضي على الدعم اللي طلع عليه. زي ما انت شايف بيجمد المنليس عشان ما يعملوش مشاكل ضد الملكه بتاعته. الملك هياخد السكاتر بكل سهوله باستخدام خاصيته، وهيقدر ان هو يخش ناحيه المنليس ويقضي عليه مع واحده غضب وواحده اخفاء طبعا، وهيقدر ياخد اهو التاون هول بكل سهولة، ولسه محافظ على خاصية الملكة بتاعته. طبعا هو بيهجم بالبالونات، تمام. آلة الحصار نزلت على طول حتى من غير جنود البالونات، نزل على طول بالآمر واستعمل خاصية الآمر مرة واحدة مع البالونات، تمام. حط واحدة تسريع علشان يسرع من الهجمة ويقدر يمحي التصميم. المالتي انفيرنو ده عامل له مشاكل كتير، والسكاتر ده اضطر ان هو يحط واحدة تجميد. انا ما خدتش بالي ايه اللي حصل للملكة بتاعته، بس هي ادت المهمة بتاعتها والزيادة في الهجمة دي. زي ما انت شايف معاك كمية بالونات كتير وجنود تنظيف ورا بتنضف له الدنيا دي. طيب المالتي انفيرنو ده هو اللي هيعمل له مشاكل، بس ما اظنش مع كمية الجنود او كمية البالونات دي ان هو هيخسر يعني، عشان هيبقى حرام. طيب نزل على طول، قدر ان هو يقضي على المالتي انفيرنو بكل سهوله. طبعا لسه معاه واحده صياده ابطال المفروض ينزلها دلوقتي، ولا مش مهم يعني ينزل بصياده ابطال، بس هو نزل بيها يعني. زي ما انت شايف قدر ان هو يمسح ولسه قدامه اصلا 40 ثانيه. فبكده نقول مبروك تاهل التايم تو ثرو لنهائي بطوله ال 20 دولار على حساب الترايب جيمنج.